ازيكم يا شباب؟ فيلم النهارده بقى هيكون عن شباب على الهوا اللي انا بحبه الصراحه وشفته كتير قوي زمان على قناه الحياه سينما. للي فاكرها نشوف في بدايه الفيلم ستايل ماسكات عامل زي البرنامج اللي فات سات، ويقولوا شويه اخبار عن الكوارث، ونشوف ان الداخليه عايزه تجيبهم، ونعرف ان الضابط ده اخو احمد رزق. المهم بعديها بنشوف انهم عاملين فقره على الاكل الفاسد، ونشوف انهم وقعوا بلسانهم والبنات كشفوهم وقرروا انهم يسيبوا الفكره، بس البنات خلوهم يكملوا بعديها نشوف استعراض عن الدروس الخصوصيه في المدارس، ويكلموا ناظر المدرسه ويعملوا معاه استريبتيز على الهوا. بعديها نشوف مشهد حب بين الفيشاوي وحنان ترك ونيلي كريم وعمرو مهدي واحمد رزق بائس لوحده بيعيط في الزاويه لوحده. المهم بعديها بنشوف اغتيال شخصيه مهمه، والشباب كانوا بيعملوا سكتش وصوروا اللي حصل ده من غير ما ياخدوا بالهم. بنشوف ان العصابه عرفت اللي حصل وقتلت واحد منهم اللي كانوا موجودين في السكتش ده. نشوف تاثر صحابه في المستشفى انهم قرروا يذيعوا اللي حصل، بس واحد منهم خاف واقنعوه. عملوا حلقه وذاعوا اللي حصل، وجابوا ملفات وقرروا يذيعوها على الطريق علشان محدش يعرف هما فين. بعدها بنشوف ان العصابه راحت لبيت احمد عز وضربته وضربت عمرو بالرصاص وهربوا. بعدها بنشوف ان الملف ان وقع في ايد الضابط، وانها جرائم ارهاب وسلاح ومخدرات وطلعوا اسرائيليين وترابيزات بلياردو وبنج، يعني بص كل حاجه، لموا كل جرائم الدنيا والاخره في الملف ده. بنشوف بعدين ان هم عايزين يهربوا القاتل ده من المطار، بس عملوا حلقه وراحوا وراهم المقطم يشدوا لهم بالاسلحه والرشاشات وهم بيصوروا ويقولوا لهم ما تضربوا، انتوا خايفين ولا ايه؟ اضربونا اضربونا، وبيتقبض عليهم والفيلم بيخلص. واحب انصحك تشوف الفيلم ده، هو الفيلم الصراحه مش وحش، الفيلم حلو ولذيذ، وقلت هي تبقى حلقه خفيفه كده عن الفيلم عشان مش عايز اتكلم عن الفيلم بالتفصيل، عايزك تشوفه بنفسك. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، وسلام يا شباب.